السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفة جديدة وفيديو جديد في مطبخ عائشة العافية. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال الصلصة ديال البيتزا اللي غادي نحضروها بطريقة سهلة جدا وبمكونات بساطين، وكذلك نتيجة كتجي رائعة جدا جدا. كتقدروا تحضروا بها واحد الكمية اللي كثيرة بما ان احنا مقبلين على رمضان، فاكيد كنحتاجوا بحال هاد الصلصة وكنقدروا نحضروها في بيتزا في لي باط في اي حاجة بغينا. الصلصة ناجحة 100%. وكذلك غادي نشارك معكم حتى الطريقة ديال الاحتفاظ ديالها اللي ممكن تحتفظوا بها حتى المدة ديال العام. فمباشرة غادي ندوزو للطريقة ديال التحضير. عندي هنا واحد الكمية ديال المطيشة، انا تقريبا عندي 2 كيلو ونص، تقدروا تعملوا كمية اكثر من هذه. انا غادي نقيها كما شفتوا معايا، غادي نزول لها الراس وغادي نزول لها الزريعه ديالها. غادي نقي هاد الكميه اللي عندي ديال المطيشه كامله، ومن بعد غادي نطحنها في هاشوار. غادي نستعمل الهاشوار، ممكن نطحنوها في الخلاط الكهربائي ديال الغراف ديال العصير، او الا ما توفرتوش على هاد الالات الكهربائيه تقدروا تبخروها شويه وتطحنوها في الطحانه اليدويه. صافي انا غادي نطحن المطيشه ديالي كامله كما لاحظتوا معايا. ضروري نطحنوها تكون مطحونه مزيان مزيان، يعني ما نخليوهاش بطروفه كبارين، نطحنوها حتى نحسوا بها ولات بحال العصير. صافي غادي نطحنوها مزيان، ومن بعد انا عملت هنايا في واحد المقله وعملت على النار وخليتها تغلى وتبدا تشرب لي شويه من داك الماء ديالها، لان المطيشه كتعرفوها راه كتطلق الماء بزاف. خليتها حتى تشرب واحد شويه. وضروري ملي تكون عندكم كتغلى ضروري تغطيوها بشي غطا، تخليوها منفس، داك الغطا منفس باش يخرج البخار، وفي نفس الوقت ما ترولكمش الكوزينه، لان كتبقى تطاير بواحد الطريقه اللي خايبه الصراحه. داك الماء كيغلي فيها وهي كتطاير، راه البوطه ولات حالته لدرجه انني كنت ملي كنبغي نصور شي لقطه كنطفي البوطه باش ما تبقاش تطاير لي حتى عاود كنرجع نشعلها. من الاحسن الا عملتوها في واحد الطنجره اللي تكون غارقه غيكون احسن. انا قلت زعما غير كميه عندي قليله بلاش ما نعملها في طنجره، عملتها في مقله ولكن دماتني. المهم هنا من بعد ما تشربت لي شويه داك الماء، ما بقاش فيها الماء بزاف، زدت معاها 2 دروسه ديال الثومه مقطعين على 4، ربع كاس ديال زيت الزيتون، واحد الورقه ديال الراند، وزدت معاها التوابل اللي هما شويه ديال الابصار، شويه ديال بودرة الثوم، بودرة البصل، قزبر يابس، شويه ديال الكبسه ديال الطيب، شويه ديال الازير، وشويه ديال الزعتر، وشويه ديال الملحه. وزدت واحد الملعقه كبيره ديال مركز الطماطم او صلصه مركز الطماطم. وصافي خليتها حتى تقلات واحد شويه، وفي الاخر زدت معاها واحد المعلقه ديال السكر، كيبقى اختياري غير باش كيهرسنا داك الحموضه ديال المطيشه، لان المطيشه كتكون حامضه. صافي وخليتها غطيتها وخليتها حتى تشحرات مزيان ووقفات وما بقاش فيها داك الماء. ومن بعد طفيت عليها. هنا كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما بردت لي مزيان خديت هنايا هاد القرعه ديال الزاج. هذه قرعه عاديين ديال الكوفيتير. كنحتفظ بهم، كنغسلهم، كنعقمهم وكنحتفظ بهم. كنعمل فيهم بحال هاد الوصفات الا حضرتهم في الدار. صافي كيف كتشوفوا معايا غادي نفرغ فيها داك الكميه ديال الصلصه كامله. وهنا غادي ندوزو للطريقه ديال الاحتفاظ. فبالنسبه الا بغيتو انكم تحتفظوا بها واحد المده اللي طويله بزاف، يعني تقدروا تخليوها حتى المده ديال عام، فهنايا غادي من بعد ما تعملوها في قرعه ديال الزاج غادي تغلقوا عليها مزيان مزيان. غتاخدوا واحد الطنجره اللي غادي تعملوا فيها واحد شويه ديال الماء، وغتوضعوا القرعه ديالكم في الوسط ديال الطنجره. الماء خصو يكون وصل للنص ديال القرعه، يعني توصل للنص ديال القرعه. غادي نشعلوا عليها وغادي نخليوها. انا هنايا كان الماء دافي، يعني ماشي كان غليان، يعني كان دافي. غير تبدا تغلى نحسبوا لها 20 دقيقه ونطفيو لها. بالنسبه الا كانت عندكم قراعي بزاف او عملتوا قراعي صغيرين، انا عملت قرعه واحده كبيره. الا عملتوا قراعي صغارين فرشوا في الطنجره من التحت واحد السربته او سربيطه منديل، غتعملوها في القاع ديال الطنجره، توضعوا فوق منه داك الرضايم ديال الزاج ديالكم باش ملي يبدا يغلى ما يضربوش ببعضهم ويتهرسوا. صافي غير غادي تخليوهم 20 دقيقه. من بعد ما يغلى داك الماء غتحسب لهم 20 دقيقه وغادي تطفي عليهم. ومن بعد غادي تحيدهم من الطنجره وتقلبوهم على الغلاقه ديالهم، يعني فين الغلاقه ديالهم غادي تقلبوهم عليهم وغادي تخليوهم تيبردوا على خاطرهم، وتقدروا تحتفظوا بهم كيبقاو
مزيانين ما كيوقع لهم حتى حاجه. وملي كتفتحوا القرعه ديال الزيت كتزيدوا تستعملوها، غتزيدوا عليها واحد شويه ديال الزيت وغادي تشدوها وتقلبوها تاني على الغلاقه ديالها وتخليوها في الثلاجه عندكم ما كيوقع لها حتى شي حاجه. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. اللي كيزور القناه لاول مره ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد الفيديوهات. ودمتم في امان الله وحده، والى الملتقى مع وصفه جديده وفيديو